واختفت في بحرها. يزين مشي الجيب ونروح الصير والشمس غابت واختفت في بحرها. شبيت ضوي وسط ذيك العثامير وابعدت عن جو الرياض وحفرها. واهل النياق العصر جونا مساير فالروضة اللي ساعي مطلع زهرها. والعشب فيها مزهر بالنواوير واهل الغنم تشوف عيني يجررها. وفالليل جابوا من حليب المصاغير وزانت لنا الونسة وزانت سمرها. وانا وابو خالد زبون المخاسير من الرجال اللي بعيد نظرها. ادهيس ونعد الرجال المشاهير صكات بقعة ما يهمه قشرها. ما هو من اللي يكثرون المعاذير عند اللوازم كثروا في عذرها. ضيلات ونعدوا رجال المناعير اللي لذكر الطيب كل ذكرها. يقول اللي يسخر البيت تسخير ودور بيوت معجزة ثم سخرها. تسخير شيهان مسكته صقاقير واصبح على جول الحباري خطرها. هذا هوى يوم ويتي يا أهل الخير ولا لوم عيني لو تزايد سهرها. يبقى غلاك يزيد يا غرة العين مهما يبقى غلاك يزيد يا غرة العين مهما يجور الوقت والدور الأيام. حبك سطى بالقلب سطوات سلاطين فرض علي السيطرة والولا التام. يبقى غراك يزيد يا غرة العين مهما يجور الوقت والدور الأيام. تمر وانا لبي من الجيم للسين ما هو بامر عادي مراسم حكام. من يوم ما شفتك وانا حالف يمين انك غنات الروح وابصم بالابهام. يبقى غراك يزيد يا غرة العين مهما يجور الوقت والدور الأيام. من قبل أشوفك ما تهنيت يومين عايش حياتي كلها أوهام وأحلام. أبعد ولا أدخل في دروب المحبين متريح ما يوم عنيت الأقدام. يبقى غراك يزيد يا غرة العين مهما يجور الوقت والدور الأيام. يا معترض لي قدم عيني مزاين من وين ما وجهت للشرق والشام. أصد ما شي قدم عيني يبين ما ودي يدخل في متاهات وأوهام. يبقى غراك يزيد يا غرة العين مهما يجور الوقت
وتدور الأيام. واليوم أنا بعطيك قول وبراهين، دخلت في قلبي وحطمت الأرقام. تمشي لحالك في عروق الشرايين، من وين ما وجهتها قلت قدام. يبقى غلاك يزيد يا غرة العين، مهما يجور الوقت والدور الأيام. بعطيك كلمة حطها بين قوسين، نوفي معك والقلب في حبكم هام. والله يديم الوصل ما بيننا بين، ترى حياتي في وصالك لي دام. يبقى غلاك يزيد يا غرة العين، مهما يجور الوقت والدور الأيام. يبقى غلاك يزيد يا غرة العين، مهما يجور الوقت والدور الأيام. وجودي على وقت مضى والليالي تو، قبل ما أعرف العسكر والأعمال والصجة. زمن الرحل من نشف المناشينو، أسابق حرار الجو للونس والسجة. كحل عيني بجوج الخضا والجليس الضوء، بعيد عن ازعاج المواطير واللجة. عشق البداوة عشق الاتراك لابن غلو، عسى لا يميصل فات الايام تهتج. وشوفت مغاتير شعها الشجيع علو، يوجه معاها من غلا وين ما توجه. وخوات نشام ما دخلهم رفيق السوق، أسود ترفع عن ثرى الخبث والدجة. هذا جوي الرايق وكل يعيش بجو، وسعى الفجوج وكل شخص لقى فجه. حداني عن مرادي نظام يا ليت ولو يحلون وضعي قبل ما نعلن الهجة. وانا والله اني ما ذخرت الضعيف حسوب، عسى روحة مرواح جول مع العجة. على الله يا ابو عساف باكر تبات حلو، وبجيك وتجيني وسجل قدام سجه. وبجيك وتجيني وسجل قدام سجه. وبجيك وتجيني
العشق سامحني ما عندي، سامحني ما عندي بالغرام اسلوب. لو ان الحب انا همه وانا عمه وانا خاله. يا رفد يا حبيبي في هجوز الشاعر الموهوب، يا رفق يا حبيبي في هجوز الشاعر الموهوب. لا تربك وهسه ويروح قافه ضايق مباله، على شعر الغزل فصلت من عذب المشاعر ثوب، على قده عساه يروق لك ثوبه وتفصاله. يتوبني عن الحب الزمان ولا قدرت اتوب، يباشرني من افواله وفال الله ولا باله. سارقني من كل احداثه تقول اني معه مطلوب، اغني له مع اللي شاف راسه يوم غناله. يا نبع العشق سامحني ما عندي بالغرام اسلوب. لو ان الحب انا همه وانا عمه وانا خاله، لتجديد الغلا محتاج مع قلبي ثلاث قلوب. ترى قلبي ما يقدر يكشف المكنون بالحاله، تلاعبني بنبرات العيون ويخرج المغلوب، ونمشك يوم عيد الشوط لا حب الهدف شان. سموك سامي وعقلك يا ثقله، لو عيونك عوب لا داعي بهالكحل. قالت كلام الكحل ما قاله، معلوم العقد يوم انه على لبتنا حرك يذوب. عداه اللوم لو انه من الفولاذ سلساله. احبك يا فريد القلب والقالب وحبك دوب، تربع في مداهل الضلوع ونوخ جماله. تغيب وتمتلي عيني من انواع السهر وتروب، وتصبح ناشفه والشوق مشبيحه بمواله. طيوفك كم تحاصر ناظري من كل حدب وصوب، انا بالمختصر لا غبت عني حالتي حاله. انا بالمختصر لا غبت عني حالتي حاله، انا بالمختصر لا غبت عني حالتي حاله. اجل خفوق وجر صوته من اقصاه، ولجت معاحد بالحنايا تنوحي. عليك يلي كل ما قلت بنساه، عي خياله عن خيالي روحي. اجل خفوق وجر صوته من اقصاه، لجت معاحد بالحنايا تنوحي. عليك يلي كل ما قلت بنساه، عي خياله عن خيالي روحي. انا احسب اني لا ترحلت بس لا، وثرت بعد زاد جرحي جروحي. حب البق ما بين قلبي وسوداه، سيان قربي منه ولا نزوحي. اجل خفوق وجر صوته من اقصاه، لجت معاحد بالحنايا تنوحي. عليك يلي كل ما قلت بنساه، عي خياله عن خيالي روحي. يا بعد نسيانه على البال بعده، وراحتي وغايتي وطموحي. يا كيف بنسى شف قلبي وسلواه، دمع على شوفي شفوف
لجت معاحد بالحنايا تنوحي عنك يلي كل ما قلت بنساه عيا خياله عن خيالي روحي خلني طاوعني على كيف ما ابغاه ما يسمع العذال فيني ويوحي والله مسلا مهجة القلب الله وشلون بقوى نزع روحي بروحي الخفوق وجر صوته من اقصاه لجت معاحد بالحنايا تنوحي عنك يلي كل ما قلت بنساه عيا خياله عن خيالي روحي سارعين للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر رددي الله اكبر يا موطني. تسلم يمينك يا سلمان للوطن حامي وربان تسلم يمينك يا سلمان للوطن حامي وربان تبتهج بكل الاوطان تسلم يمينك يا سلمان اوه تبتهج بكل الاوطان للوطن هو درع وحسام فارس محنك ومقدام للوطن هو درع وحسام كم نصر اخوه في الاسلام تسلم يمينك يا سلمان كم نصر اخوه في الاسلام تسلم يمينك يا سلمان العدل لا من غير الخالق يخاف العدل نجا والانصاف لا من غير الخالق يخاف يكره الظالم والجحاف تسلم يمينك يا سلمان يكره الظالم والجحاف تسلم يمينك يا سلمان يا كريم يا ابن الكرام للمواطن منصة وحزام يا كريم يا ابن الكرام للمواطن منصة وحزام خيرك ما وفتها الأقلام تسلم يمينك يا سلمان خيرك ما وفتها الأقلام للجزيرة درع وامان الله يديمك يا سلمان للجزيرة درع وامان للشهامة انت عنوان تسلم يمينك يا سلمان وللشهامة انت عنوان تسلم يمينك يا سلمان نايبك مقرن عسى يدوم للصعايب كله عزوم نايبك مقرن عسى يدوم للصعايب كله عزوم اللي يجمع خير الاسلوم يسلم لنا مقرن وسلمان اللي يجمع خير الاسلوم يسلم لنا مقرن وسلمان يسلم لنا مقرن وسلمان ومحمد اللي له القوم جنود وحراس ما تنوم من روس القروم زي زوم يسلم ولد نايف ومقرن وسلمان
السهر والشوق والبعد مدهون الثوى، تدمر الرجال لو يدعي بانه قوي. احسب اني قد طويت الشارع من الهوى، واذرني لا زلت مبحر ولا شي طوي. بصرة الفيحة تنادي طوي قول قوى، قدرة الله خلت الطويق منها يلتوي. الهجر ثعبان فيه اجتمع سم ودواء، اقطع الجران خلى الضوامي ترتوي. فوق رجم القلب ذيب من الفرق عوى، ولجمع القلب كان من عواه يعاوي. السهر والشوق والبعد مدهون الثوى، تدمر الرجال لو يدعي بانه قوي. خليني وياك يا مترف دايم سوا، لا تخليني وانا انسان جدا معنوي. احتويني لا تقولين لي مالك لوا، برتمي من فوق حزني وصدرك يحتوي. تدري ان الحي لا قطع عنها الماذوى، ارحم الليلة سال الناس شفته من زوي. فوق رجم القلب ذيب من الفرق عوى، ولجمع القلب كان من عواه يعاوي. السهر والشوق والبعد مدهون الثوى، تدمر الرجال لو يدعي بانه قوي. مد لي فنجال واصلك ترى راسي خوا، والقدوع الضلها الليلة الليل سروي. والعيون اللي هدابها مثل صفة لواء، ارتفع مع رمشها وانهوى معها هاوي. وجمرتين شفت حب البرد فيها هوا، جمرها رطب وبردها والخافي كاوي. فوق رجم القلب ذيب من الفرق عوى، ولجمع القلب كان من عواه يعاوي. السهر والشوق والبعد مدهون الثوى، تدمر الرجال لو يدعي بانه قوي. فاتنا فيها من الزين كل شيء حوى، عودها ريان وكل شيء فيها مستوي. الأقبالة والثغر بالسام والمشي رخاوى، قام قلبي يرجف الضلع ثم جاله دوي. والأدبار الثم صادف أن تقفاها، جال خلق الله وراها من الشوف ثعاوي. فوق رجم القلب ذيب من الفرق عوى، ولجمع القلب كان من عواه يعاوي. السهر والشوق والبعد مدهون الثوى، تدمر الرجال لو يدعي بانه قوي. الحياة طعم حلاها لي منه ضوى، والرحل اصبحت للهم والوحدة خاوي. تدري ان الحلو والمر لا غبت استوى، تدري اني لا زهمت النساء فيك غاوي. صفي الله يا علم الرشاد، وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا،
شفيع الخلق في يوم التنادي. تعالى الله من أحذاك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هادي. أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد. أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد. وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي واتلادي، وإخواني ووالدنا وزوجي وأخوالي وآباء الشداد. وكل أخية لي قد تمادى بقلبي حبها كل التمادي. وكل بنية لي قد سباني وابن حبهم دون اجتهادي. فداء دون عرضك يا خليلي، يموت الكل في نحر الأعادي. ويسلم عرضكم ويخيب غر يريد مقامك العالي المشادي. لقد أزرى بنا الأعداء حتى أذاقونا البلاء بكل وادي. فلا والله لا نرضى ولكن يسل السيف في أرض الجلاد. تجرأتم ورب البيت أدرى وحكمة ربنا عين السداد. تمهل أيها الغربي وانظر فدون رسولنا خرط القتاد. أتسخر بالرسول وتزدريه فما تدري وهل يدري المعادي. أتهجوه وترجو العفو منا فلا عفو إلى يوم المعاد. تركت العالمين بغير ضد وجئت لخير مبعوث تعادي. لتؤذيه فلا والله خبتم وهل ضر النجوم أذى القراد. وهل ضر الكواكب في علاها قبيح الصوت أو قبح المنادي. أيا إخوان ديني فلتهبوا وقوموا دون سيدنا نفادي. نحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزاد. فلا والله لا عفو ولكن مقاطعة وصد اقتصادي. أندفع مالنا لمن استهانوا بسيدنا بألسنة حداد. أيشتم سيدي وأقول هاكم فلا والله حتى بالرماد. فلا قرت عيون إن عفونا ولا سلمت عيون من سهادي. قناة صدى الفضائية، صدى واحد لثقافات متعددة. لإعلانكم على قناة صدى الفضائية الاتصال على الأرقام التالية:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذه السلسلة نعرض فيها شيئا من سير الأعلام والنبلاء والكبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نحاول قدر الاستطاعة استخراج المجموعة الذهبية من الفوائد التي تفيدنا بإذن الله تعالى في حياتنا، وذلكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وباسمكم أبدأ اللقاء بالترحيب بفضيلته، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا وسهلا. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. الحديث في هذا اليوم سيكون
مع من أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون مع أحد النقباء الاثني عشر حقيقة، ألا وهو الأوسي أسيد بن حضير رضوان الله تعالى عليه. وقد كان لإسلامه كذلك قصة هي ليست بالبعيدة عن قصة سعد بن معاذ رضوان الله عليهم أجمعين، فلعلكم تبدأون تكرما بالحديث عن هذا الصحابي الجليل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة إلى الله تعالى أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإذا ذكرت قصة إسلام سعيد بن حضير تذكر قصة إسلام سعد، فإنهما أسلما في وقت واحد متقارب. وأشير إلى هذه القصة باختصار، فقد أشرنا لها في الحلقة الماضية المتعلقة بقصة إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه، لكنني أذكر بها هنا في هذا المقام، وهو أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع النقباء الذين طلبوا منه أن يبعث لهم أحدا يعلمهم أمر دينهم، كان في ضيافة أسعد بن زرارة. فلما رأى أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وهما سيدا الأوس، رأى أن مصعب بن عمير أتى بشيء يعني جديد وخالف السائد والمعتاد في جو المدينة، فأراد أن يعني كما يقال أن يوقفه عند حده. فكان بحكم علاقة سعد بن معاذ بأسعد بن زرارة وكونه ابن خالته، طلب من أسيد بن حضير أن يكون هو الأول في الذهاب ليستكشف الأمر حتى لو حصل أي إشكال، وإذا سعد بن معاذ يكون بعيد بالنسبة لأسعد بن زرارة ويمكنه أن يتدخل فيما بعد ذلك أيضا. فلما قدم على مصعب رضي الله عنه وكان في مجلس أسعد وكان يتحدث بما فتح الله عز وجل عليه، أقبل أسيد بن حضير فتوسم أو كما يقال اجتهد في دعوة هذا السيد، لأن هذا معنى الحقيقة مهم جدا، وقضية العناية بالكبار. نعم كل الناس محتاجون، كبار الأقوام والسادة، يعني الاهتمام بهم والعناية بهم ينبغي أن تكون محل اهتمام، ولا يعني هذا إهمال هؤلاء، لا يعني، وهذا لا يعارض قول الله سبحانه وتعالى في قصة عبسة، لا كما سنشير بعد ذلك إلى أهمية العناية بالقدوات بعد أن، ولكن لأن أثرهم يعني نعم يكون القصة بعد قليل إن شاء الله تعالى، ونعود إلى هذا المعنى المهم. جميل. لما قدم أسيد بن حضير قال كلمته المشهورة: أنت فعلت وفعلت، فرقت بين الأب وأبيه وسفهت الآلهة فقال له: فرغت يا أسيد يا أبا كان يكنى أبا يحيى. نعم. قال له: فرغت؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فلم يزد مصعب رضي الله عنه على أن تلا آيات من القرآن الكريم، وهذا مسلك كما أشرنا في قصة سعد رضي الله عنه، مسلك من مسالك الدعوة. أحيانا أنت قد تلتقي بإنسان قد تكون لغة التفاهم معه ضعيفة، يعني قد يكون من لغة أجنبية أو مكسرة، فهنا يمكنك إما أن تعطيه شريط قرآن يسمعه، أو أن تقول: اسمع مني، هذا كتاب الله، هذا كلام الله عز وجل، قد يؤثر فيه، قد يجعله يبحث عن هذا الكتاب العظيم، عن هذا القرآن الذي سمعه. فقرأ عليه مصعب بن عمير، فما هو إلا أن بدأت تظهر بوادر الاستجابة على وجه أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبالفعل أسلم أسيد، وكان حسنة من حسنات مصعب بن عمير. رجع إلى سعد بن معاذ في قصته التي ذكرناها آنفا. نعود هنا إذا أذنت لي يا أبا أسامة إلى مسألة الاهتمام بهؤلاء الكبار وضرورة العناية بهم. نعم، العناية كما قلنا بالدعوة يجب أن تتوجه إلى الجميع، لكن هؤلاء الكبار لما لهم من الأثر ينبغي أن يولوا عناية خاصة. كما نسمع مثلا في أفريقيا ما زال، وأنت أدرى مني ربما زرت بعض البلاد هناك، ما زال يعني مسمى ملك القبيلة، شيخ القبيلة هناك ما زالت له حظوة. أحيانا يكون حالهم كحال سعد وكحال أسيد، يقول: كلام نسائكم ورجالكم علي حرام، ما منزلتي فيكم منزلتك عظيمة، إن كنتم تحبونني وتقدرونني فإنني أسلمت، فمن أراد كذا فليسلم. ما زال هذا النوع كما أسمع من الإخوة الذين يعتنون بدعوة هؤلاء الكبار ما زال حاضرا. فأقول توجيه مثل هذا الخطاب لهؤلاء النوعيات مهم جدا. يعني نستفيد هذا من مواقف. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب إلى هرقل قال: أسلم تسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أنهم جماعة هؤلاء، وإن أسلم فقد يكون سببا في هدايتهم أيضا.
قد يقول قائل إن هذا يعارض ما عاتب الله به نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة عبسة، فنقول العتاب الإلهي هذا جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رجلا جاءه وهو عبد الله ابن أم مكتوم والتفت إلى الصناديد كفار، وهذا مسلم قد جاءه في حاجة فانشغل عنه لا إهمالا حاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو أحسن الناس خلقا، لكن كان شديد الحدب على هؤلاء الأكابر من كفار قريش، هؤلاء الكفار رغبة في هدايتهم، فعاتبه الله سبحانه وتعالى بأن لا تغفل عن هذا الأعمى، كونه ما يشوف، كونه ما يبصر، لكن ترى له منزل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا بين قوسين من عناية الإسلام بأصحاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة. فالشاهد لا تعارض هنا، فنقول اجتهد، اعتني بالمسلمين، اقضي حوائجهم، اهتم بهم، ولا يعني هذا أن تنصرف عن دعوة هؤلاء الكبار، إنما العتاب وقع على ماذا؟ على عدم الاهتمام بعبد الله بن أبي استغفر الله، الاهتمام بعبد الله بن أم مكتوم في قضاء حاجته وهو الذي جاءه. أما أن يفهم منها عدم الاهتمام بالأكابر فهذا الفهم ليس بصحيح، وهذا يؤيده أن الله سبحانه وتعالى جعل من مصارف الزكاة المؤلفة من قلوبهم، وهم في قول كثير من أهل العلم هم السادة في أقوامهم من الكفار الذين يرجى إسلامهم. لاحظ الشرع أباح أن نعطي زكاة أموالنا التي نتعبد بها لربنا لهؤلاء رغبة في كسب قلوبهم، وهذا بلا شك فيه إشارة إلى العناية بدعوة هؤلاء الأكابر. أنا أعرف يعني قصة مررت بها بأحد مراكز الدعوة عندنا في المملكة هنا، دعوا قسيس نصراني من كينيا وكان له حظوة في قومه، فلما أسلم بسببه 5000 شخص، ما شاء الله، أسلم بسببه 5000 شخص، وكان هؤلاء الأخوة موفقين في الاهتمام به، أكرموه وأعطوه جزء من الهدايا وقاموا له بجولة على بعض المعالم السياحية في ذلك البلد، فكان هذا سببا في إسلامه. هذا نموذج الموقف، قصة إسلام سعد بن معاذ وقصة إسلام أسيد بن حضير، هذه تؤكد لنا هذا المعنى العظيم، وهو قضية العناية بالكبار. لماذا؟ لأن لهم أثرا عظيما في اختصار مسافة طويلة في الدعوة لأقوام هؤلاء الأكابر. من المكاسب العظيمة التي كسبها في حياته ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما قال نعم الرجل أسيد، وهو الذي كان رضي الله عنه وأرضاه تتنزل الملائكة لقراءته. نعم. كذلك حقيقة هذا الموقف يعني مما يسجل بأحرف من نور في سيرة أسيد. كان عليه رضوان الله يقرأ القرآن، وكان قد ربط الفرس ربطا يسيرا، أو أظنه لم يربطها، نسيت الآن، لكن كان ولده يحيى نائما، فكان يقرأ في سورة الكهف كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، وهو يقرأ رضي الله عنه ويترنم بآيات الله تعالى ويتغنى بكتاب الله عز وجل، كان شعر بجولة للفرس، وفي الوقت ذاته رأى ظلة من السماء قد نزلت، فقطع أسيد القراءة خشية من الفرس أن تطأ ابنه يحيى الذي نام وكان صغيرا. فلما أصبح قص أسيد هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عاش المشهد فقال اقرأ ابن حضير تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن. الله. ثم قال لو لم تقطعها، أو قال لو استمريت في القراءة لأصبحت والناس يرونها، يعني يرون هذه الظلة. ولا ريب أن نزول الملائكة لقراءة إنسان يمشي على الأرض لا شك أنها كرامة، ولا ريب في ذلك، وهذه منقبة تحسب لأسيد، وتحسب له من جهة أخرى أنه من المؤمنين الصادقين. بمناسبة الحديث عن الكرامة، له موقف آخر بودي أن تحدثنا عنه قبل أن نذهب لموضوع الكرامة التي حصلت له وكرامات الصحابة عموما وموقفنا منها. عندما أضاءت له العصا التي كان يحملها وهو خارج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هو وعباد بن بشر رضي الله عنهم وكلاهما من الأنصار، فدخل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج منه في ظلام شديد جدا، فكأنهما لم يبصر الطريق، فأضاءت له العصا التي بيده، فهذه الإضاءة استعان بها رضي الله تعالى عنه على وصوله إلى طريقه سالما آمنا. وهذا المعنى، وأعني معنى الكرامة،
يعني ما أشرتم إليه في قضية موقفنا من الكرامات نحن، فنقول الكرامات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد الناس إما أن تجري على يد الأنبياء، فهذه تسمى آيات كما سماها الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال الله تعالى عما آتاه موسى من الآيات قال في 9 آيات إلى فرعون وملئه، فتسمى آيات، وبعضهم يقول معجزات، والأصح أن تسمى آيات كما هو نص القرآن الكريم عليها، وهذه لا إشكال فيها ولا ينازع فيها أحد. بقيت موضوع الكرامات التي تحصل لأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهنا أشير إلى نقطتين في هذا القضية، وهي أن كل آية أو كرامة يجريها الله عز وجل على يد تابع فهي كرامة للتابع وكرامة للنبي، لأن الكرامة هذه هي دليل على صدق هذا الرجل ودليل على أن المتبوع أيضا صادق وعلى حق. النقطة الثانية، بعض الناس ينكر هذه الكرامات ويقول هذه خرافات وهذه مبالغات وهذه، والواقع أن هذا كلام غير علمي حقيقة وغير صحيح، فإن الكرامات موجودة ونرى بعضها اليوم وتوثقت لدينا كما نقلت بالأخبار الصحاح، فموقفنا منها القبول من حيث الجملة يعني. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة في العقائد أن أهل السنة والجماعة يرون الكرامات للأولياء، وقد ألف في هذا جمع من الأئمة، ومن ضمن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له يفرق فيه بين الكرامات التي يجريها الله عز وجل على يد أوليائه وبين الخرافات والخزعبلات التي تجري على أيدي الشياطين والمخرفين، فألف كتابه المبارك وأنصح بقراءته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ضمن كتابه هذا كلاما على الفرق بين ما يحصل لهؤلاء وهؤلاء من الأحوال الإيمانية ومن الأحوال الشيطانية، فنحن لا نردها جملة ولا نقبل كل ما يقال جملة. ولهذا ابن تيمية كان يريد في وقته كانوا ناس يدعون الولاية وولاية وهم أبعد ما يكونون عنها بسبب أعمالهم وبسبب بعدهم عن الدين الحق، فكانوا يلبسون على الناس بأنهم يدخلون النار ولا تصيبهم بأذى. فيقول شيخ الإسلام فتحديتهم مرة من المرات وقلت لهم تعالوا أدخل أنا وإياكم بس بشرط تغتسلون غسلا كاملا. لماذا؟ لأنهم يلبسون على الناس فيدهنون بأنواع من الزيوت، زيوت ضفادع وشيء من هذه الخرافات، بالإضافة إلى تلبسهم بأنواع من الشركيات في التعامل مع الجن والشياطين. فكان شيخ الإسلام يتحداهم يقول تعالوا لا تدهنوا ولا تفعلوا، فيرفضون، فانفضح وانكشف أمرهم. مقصودي من هذا أيها المبارك والإخوة الكرام أن هذه الكرامات التي يجريها الله عز وجل على أوليائه إذا ثبتت فإننا نصدقها ولا نردها لكوننا ما استوعبناها. كيف عصا يضيء؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. نعم، ونعرض هذه الكرامات على حال الأولياء، ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو سار على الماء أو طار في الهواء فاعرضوا كراماته على أعماله، فإن كان عمله أعمال الصالحين فهو الولي، وليس من شرط الولي أن تكون له كرامة، لكن قد يجري الله سبحانه وتعالى على يد الولي كرامة تؤيد صدقه. وهذا وقع لجماعة من خادم وليد مثلا لما ذهب إلى ملك الروم قال أنت على دين حق وكذا، قال نعم، قال إن كان دينك حقا فاشرب هذا العسل المسمم، فشربه ولم يصبه شيء. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يسلب خاصية التأثير في السم كما سلب خاصية الإحراق من النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. له مقولة الحقيقة بدي تعلق عليها إذا تكرمت. أستاذ ابن حضير يقول أو كان يقول لو أني أكون كما أكون محل حال من أحوال 3 لكنت من أهل الجنة وما شككت في ذلك. ثم قال الحال الأول حين أقرأ القرآن وحين أسمعه. نعم، هو كأنه يتذكر الكرامة التي حصلت له حينما نزلت الملائكة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، فهو حينما يقرأ القرآن يقرأه وهو مقبل على الله عز وجل بحيث يعيش في حال من الإيمان وحال من السرور، وهو يستشعر رضي الله عنه كأن الله سبحانه وتعالى يخاطبه. فلا شك أن هذه حال إيمانية فاضلة لو قبض الإنسان عليها لرجى أن يكون من أهل الجنة. ثم قال ثانيا وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضع نفسك مكانه يا أبا أسامة، يعني تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يحدثك عن الجنة والنار كأنها رأي عين،
ماذا تتوقع الأثر الإيماني الذي يصل إلى هذا القلب؟ لا شك أنه سيكون في أعلى حالاته، ومن مات على أعلى حالات الإيمان فهو أقول على رجاء رحمة من الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة. ختم ثالثا بقوله رضوان الله عليه: وإذا شهدت جنازة فما شهدت جنازة قط فحدثت نفسي سوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليه. تطابق الكلام هذا تماما مع كلمة سبقت مع سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني الذي يتذكر مصيره ومآله إلى الله سبحانه وتعالى بلا شك أنه سيكون هذا موضعا لمحاسبة النفس ومراجعة الأعمال والتفتيش في الصحائف. ماذا سأفعل لو كنت أنا الذي في مكان هذه الجنازة؟ هل سأستمر في معصية الله عز وجل؟ هل سأسعى للتوبة؟ هل هذه الحال هي صورة من صور التوبة. ومن لقي الله عز وجل تائبا فإنه على رجاء خير ودخول للجنة. جعل الله وإياك والأخوة المشاهدين والمشاهدات من أهلها ووالدينا والمسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير، ورضي الله عن أسيد وعن صحابة رسول الله، ويعني يرضى الله عنه. كان ممن شهد طبعا بدرا وأحدا. نعم، شهد وكان حاملا لواء الأوس بعد ذلك، وعمر حتى مات في سنة 20 في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جزاكم الله خير شيخ عمار على ما تفضلتم به من إلماحات حول سيرة أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، وجزاكم الله خيرا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي بإذن الله تعالى في مجلس آخر من مجالس الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، للحديث عن سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احفظني بالإسلام قائما
واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على عدونا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة العصر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قناة صدى الفضائية، صدى واحد لثقافات متعددة. لإعلانكم على قناة صدى الفضائية الاتصال على الأرقام التالية: شاي الأناقة مضمون 100% ومجرب. شاي الأناقة شاي أخضر طبيعي، قطفة أولى، نقي 100%. نال على إعجاب آلاف العملاء في السعودية والخليج منذ أكثر من 6 سنوات. لطلب المنتج اتصل على 2491 011. مجدنا ما تهيأ غصب ولا سريقة، اخذينها قوة صفنا واتفاق تجرى الأحداث ويشغلون الحريقة، ما يسرون لو جاء لو مصطفاق. يا سلوى فأعز الرجال يا سيدي يا سيدي يا ابن ولي العهد كساب للطاعة، لكن المحاورة أنت محسوب عليك الوقت ومحسوب عليك الرد ومحسوب عليك المعنى. وحبهم لو كان لك مقصود غير الله حط الشحم لو كان ياكلوا
غريبة والحقيقة مع الدنيا غريبة، صدفة غريبة والحقيقة مع الدنيا غريب، يا زينها صدفة بسابق وعد يا زينها، الله صرفها لي مثل صرف العلاج من الطبيب، كثر الجروح الطيب لا من عولجت في حينها، لطاب جرحي من غيره لعل ما يطيب، يطعن وطعناته علشان الغرار راضينا، أحلى شوي من العسل ولذ من طعم الحليب، وأحر من همسة شفايفها وغمزة عينها، ومجدل يوم تثار كله مغاريف وحطيب، يطيح لو ما تفهق بسارها ويمينها، لا ينزعج ترى الجمال مطاح لو انه صوي، يا بعد ناس تحد طيحة سكينها، ولا يفرح الحاسد تراها طعنة من يد حبيب، وشلون بنساها وهو بين الفؤاد وبينها، لا يفرح الحاسد تراها طعنة من يد حبيب، وشلون بنساها وهو بين الفؤاد وبينها، وشلون بنساها وهو بين الفؤاد وبينها. لها تنسى وتمشيت من فوق جيب مات وانا مسيره، اللي ركبت الجبال
وساعات الموت تثبيت، والرابح هذا كف شر وخيره. وش لي بعد هجرك وكثرت تغلك، يومك تقفي وانت فعلى مكاني. وش لي بعد هجرك وكثرت تغلك، يومك تقفي وانت فعلى مكاني. أعذرتي من وصلك بسبة تعاليك، هذا غرورك دمرك وحداني. هذا غرورك دمرك وحداني. عرشك مثل عرش الممالك، واليوم مالك عرشي واصبحت جاني. كنت الوفا والعشق والعين ترجيك، فيك الشموخ وفيك كل الحساني. فيك الشموخ وفيك كل الحساني. وش لي بعد هجرك وكثرت تغلك، يومك تقفي وانت فعلى مكاني. أعذرتي من وصلك بسبة تعاليك، هذا غرورك دمرك وحداني. هذا غرورك دمرك وحداني. ملكت قلبي والغلا لأجل عينك، من الجفا حطم غلاك وغشاني. هدمت كل اللي بنيته بماضيك، وبعت الثمين وحبك اليوم فاني. وبعت الثمين وحبك اليوم فاني. وش لي بعد هجرك وكثرت تغلك، يومك تقفي وانت فعلى مكاني. أعذرتي من وصلك بسبة تعاليك، هذا غرورك دمرك وحداني. هذا غرورك دمرك وحداني. ولا هي وجدي على اللي بيعطيك قلبه وعمره وانت مالك أماني. خليتي في قلبي وسوم معاليك، عايش حياته بالرفه ما يعاني. عايش حياته بالرفه ما يعاني. وش لي بعد هجرك وكثرت تغلك، يومك تقفي وانت فعلى مكاني. أعذرتي من وصلك بسبة تعاليك، هذا غرورك دمرك وحداني. هذا غرورك دمرك وحداني. عشت العنا من شان خاطرك وارضيك، يا كم وفيتك وانت سيد الغواني. خذها على ما قيلي والقول يكفيك، تبديلك الايام قدر وشاني. تبديلك الايام قدر وشاني. وش لي بعد هجرك وكثرت تغلك، يومك تقفي وانت فعلى مكاني. أعذرتي من وصلك بسبة تعاليك، هذا غرورك دمرك وحداني. هذا غرورك دمرك وحداني. من قلبي
والله إنه خطير لا يجيني هبال من قلبي اللي دايم في ذهول والله إنه ثقيل لنجوه الثقال المحبة جمالها مرسل ومعقول ننبو من يقول إن المحبة خبال المحبة جمالها مرسل ومعقول ننبو من يقول إن المحبة خبال من قلبي اللي دايم في ذهول والله إنه ثقيل لنجوه الثقال والذي ليلة الإسراء رجب الرسول إن حبك لحاله حب غيرك لحال والذي ليلة الإسراء رجب الرسول إن حبك لحاله حب غيرك لحال من قلبي اللي دايم في ذهول والله إنه ثقيل لنجوه الثقال والله إنه ثقيل لنجوه الثقال